سيد الوزير، مرحبا بك على حوار انبي. سيد الوزير، مدينة منزل بورقيبة 100,000 ساكن ما عندهم حتى فضاء رياضي بالنسبة للوقت الحالي، وعندهم مدة ما عندهم حتى فضاء رياضي. شنو الحل بالنسبة لهم؟ لا، هو تو مدينة منزل بورقيبة مبرمج فيها المركب كامل اللي فيه القاعة الرياضية اللي احنا فيها تو، واللي نقولوا مالوريزمون معناتها في وقت الثورة صارت فيها اعتداءات عليها، ولكن الوزارة برمجت إصلاحها ورجعها مجددا للعمل. اليوم الأشغال موجودة وجينا نتفقدوا فيها، إن شاء الله تنتهي الأشغال ويولي الفضاء هذا جاهز في أقرب وقت ممكن باش يفتح للجمعيات وللعموم أيضا. وعندنا المضمار الأولمبي إن شاء الله زاد فيه مشكل عقاري بصدد الحل، باش تم معاوضة الجزء من الأرض اللي هي تابعة لوزارة الدفاع مع المصالح المختصة ونتحصلوا عليها باش نجموا نكملوا مشروع المضمار. عندنا مشروع تعشيب الملعب اللي كنا نحكي فيه منذ قليل، بالتالي فما عديد المنشآت الرياضية إن شاء الله نكملوها وتكون وظيفية وتشتغل فيها الجمعيات في أحسن إطار إن شاء الله. شكرا سيدي.